تعالوا نعمل قراقيش سادة وقراقيش بالعجوة بالمية بس. طريقة سهلة جدا للمبتدئين، لو أول مرة تعمليها هتنجح معاكي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. معلقة صغيرة خميرة فورية، رشة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، كوباية من المية الدافية أو الفترة. وأقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها، واغطيها واسيب الخميرة تتفاعل عشان اتأكد ان هي شغالة ولا لا. بعد ما الخميرة اتفاعلت معايا هنزل بقى معلقتين كبار من السمسم، ومعلقة كبيرة معلقة زيت يعني من اللي انا هعير بيها معلقة سمنة، كوباية زيت، 4 كوبايات من الدقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر، و4 كوبايات من الدقيق. يبقى كل السوائل يعني نص كيلو دقيق، ال4 كوبايات دقيق استخدمت كوبايتين بس من السوائل، كوباية مية دافية وكوباية زيت ومعلقة سمنة بس. ده اللي انا استخدمته. مكوناتها سهلة جدا وهتطلع معاكي احلى منين بالسمسم، تحفة. بصوا قبل ما اسيبها ترتاح او تخمر، بصوا العجينة بتاعتها عاملة ازاي. كده بقى شكل القراقيش بعد ما خمرت، بصوا ما شاء الله. ده كده بقى شكل القراقيش بعد ما خمرت، بصوا ما شاء الله عليها تحفة. هبتدي بقى اجيب حتة كده منها وافردها على الرخامة والفها رول. نحاول نفردها على قد ما نقدر، مش مستاهلة نشابة يعني. وبعد كده هلفها رول، وابتدي بقى اقطع الاطراف كده عشان تبقى متساوية. لازم تروليها كده. بصوا بقى فايدتها ايه، ان هي تبقى ايه، فيها كأنها فيها طبقات كده من جوه، وتبططيها بقى وتحطيها في الصينية وتسيبيها تخمر. بصوا عملت كام صينية من قراقيش السادة. كان عندي بقى عجوة انا اللي كنت عاملاها برضو، كنت سلقة بلح ناشف والكمية كانت كبيرة معايا، فحطيت عليها معلقة من السمنة وشلتها في الفريزر. كل ما بحتاج بقى عجوة بقوم مطلعها، طلعتها برضو حطيت عليها معلقة من السمنة. ودلوقتي بقى هفرد الفها بالعجوة المرة دي، نعمل شوية قراقيش بالعجوة. فردت كده حتة من العجينة بتاعت القراقيش. هجيب بقى كده العجوة اللي انا عاملاها ديت. انا جبت البلح الناشف وحطيته، طبعا غسلته كويس وشلت منه النوى وكده، وسبته بقى يغلي على النار خالص لحد ما اتهرى خالص كده، ورحت طافيه عليه. وتقومي حاطه عليه معلقه سمنه، ممكن تزودي سمسم لو حابه، وتقومي طافيه. بصي احلى عجوه بقى طبيعيه، من غير بقى الوان ومن غير اي حاجه خارجيه، يعني حاجه انت عاملاها في البيت وضمناها. شويه بلح ناشف عندك قومي اسلقيه وتعملي احلى عجوه. بص بعد ما عملتها كده هلفها بقى رول. عايزه اقول لكم القراقيش دي تحفه، انا كل شويه بعملها. انتوا بتشوفيني بعمل الساده كتير جدا، المره دي قلت بقى اعمل بالعجوه. برضو بعد ما لفتها رول هقطعها برضو كده بالشكل ده وهسيبها تخمر شويه. بصوا بقى الجمال. بصوا كده قراقيش بالعجوه
قراقيش سادة، عملت صينيتين سادة وصينيتين بالعجوة. هسيبهم بقى يخمروا نص ساعة كمان، وبعد كده اسخن فرني على 200 وادخلهم في الفرن. القراقيش خرجت من الفرن بالجمال ده، بصوا ما شاء الله كمية جميلة جدا. دي كده القراقيش السادة، وديت كعب الغزال او القراقيش اللي هي بالعجوة. تحفة ما شاء الله. بصوا سهلة جدا ومخدتش ولا وقت ولا مجهود. استنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.